السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو جديد وروتين جديد كده ان شاء الله، يا رب يعجبكم. اول حاجة بدأت ان انا اعملها، كنت بعمل غدا. وهنعمل النهاردة اكلة جميلة جدا وسهلة كده وبسيطة، وانا شخصيا بحبها قوي. هنعمل لوبيا. طبعا اللوبيا هنا انا سلقاها، وجبت بصلايه حلوه كده وخرطتها على ايدي. على فكره يا جماعه، انا عندي الكبه وكل حاجه، بس انا بحب اخرط البصله يعني. ساعات بنزل الكبه لما يكون في مثلا كميه كبيره من البصل او حاجه، او كفته او اي حاجه من ديت. انما لما بتكون بصله واحده بس فيعني بكسل انزل الكبه وكده. اول حاجه عملتها، عملت البصله بالشكل ده وحطيتها على النار، وبدات ان انا اشوح فيها لحد ما دبلت كده. وبدات انزل بالتوابل. طبعا التوابل لما بننزل بيها في المرحله ديت بتتحمص، وريحتها وطعمها بيبقى حلو قوي. حطيت رشه كمون، رشه فلفل اسود، مكعب مرق الدجاج، رشه شطه طبعا اختياري. وكمان حطيت ظبطت الملح بتاعي، وحطيت رشة بسيطة جدا من السكر. ليه بقى؟ لان طالما صلصة يبقى سكر، بحط رشة بسيطة جدا من السكر، بتظبط الطعم جدا. وشوحتهم بالشكل ده، وبعد كده نزلت بالطماطم بتاعتي عادي خالص. واديتها تقليبة حلوة كده، وهغطيها دلوقتي واسيبها بقى تغلي غلوة حلوة كده. هي طبعا اللوبيا بتاعتي مسلوقة. هنا كنت مولعة على الفرخة، شوحتها بشوية زيت، فصين مستكة وفصين حبهان، ولو عندك ورق لوري وكده، وبصلاية طبعا، وطماطماية. الطماطماية بتشيل الزفارة. مش كل الناس بتحط طماطم في الشوربة، بس انا بحب احط الطماطماية، بتشيل اي زفارة. طبعا بالشكل ده اي ريم بيطلع بشيله بالمعلقة. هنا بقى كانت اللوبيا بتاعتي بتتسلق، وطبعا قلت اظبط بقى دماغي وكده. طبعا انا واقفه لازم فنجان القهوه ده يا جماعه في يومي بيظبطني. ساعات باخد فنجانين كمان وساعات بكتفي بواحد بس، على حسب ما بكون محتاجه يعني اشرب قهوه وكده. فحطيت طبعا جنب الاكل وانا بطبخ، حطيت القهوه بتاعتي تغلي بالشكل ده، ووقفت ان انا جنبها. طبعا ما اقدرش ان انا اسيبها واروح اعمل حاجة تانية، بس انا كنت واقفة جنبها يعني. فقلت ما احط اللوبيا بقى، لان كانت الصلصة خدت غلوة زي ما قلت لكم. ورجعت تاني للقهوة بسرعة، طبعا عين عليها وانا واقفة، وصبتها بالشكل ده كده. يعني حاجة بجد اخر مزاج يعني. بس بالشكل ده كده، وبدات ان انا احطها بقى جنبي واكمل طبيخي عادي خالص. عايزه اقول لكم بقى ان انا بحط نص معلقه توم ني في اللوبيا. بصوا يعني بتودي اللوبيا في حته تانية خالص. وانا واقفه كده بعمل الاكل، طبعا اي حاجه بتتوسخ مني، وكان في كام طبق كده من الفطار، فبدات ان انا اغسلهم وانا واقفه. انا بحب دايما اغسل وانا واقفه اي حاجه بتتوسخ، عشان بعد ما بخلص الحاجه اللي انا بعملها اخرج من المطبخ والمطبخ زي الفل. فهنا بقى عايزه اقول لكم ان في الحته ديت في في مقطع متبدل. يعني هنا هيجي لكم الرز وانا بحطه خلاص في على الزيت. في مقطع تاني لا، يعني هيجي لكم وانا بغسل الرز دلوقتي. فمعلش دي لخبطه مونتاج. هنا حطيت انا عملت الرز، حطيت الزيت يسخن ونزلت عليه بفصين مستكه. وعايزه اقول لكم ان المستكه مع الرز بتبقى جميله جدا. ولو الزيت بتاعك فيه اي ريحه مش حلوه، او في ريحه نفاذه كده، المستكه بتضيع الريحه دي خالص. وبظبط الملح بتاعي، وبحط الميه للرز، بظبط الميه يعني معيار الميه، بسيبه بقى يستوي. هنا بقى المقطع زي ما قلت لكم اتبدل. هنا يعني بقيت المواعين، يعني انا بدأت المواعين معاكم من شوية، ودلوقتي هكملها. بلم اي حاجة بتطلع من ايدي وكده، وبحب ان انا زي ما قلت لكم اخرج من المطبخ وهو زي الفل. الموضوع بيبقى سهل يعني عليا وكده، ما بيبقاش غير فيه مواعين الغدا بس مطرح ما اتغدينا. فالموضوع بيكون سهل وبسيط. وزي ما قلت لكم قبل كده، فقرة غسيل المواعين ديت اكتر حاجة محببة ليا يعني. بحبها جدا في شغل البيت. اكتر حاجة في شغل البيت كله بحبها هو غسيل المواعين. فتلاقيني كده تلقائيا كده اي حاجة اتوسخت ايديا راحت عليها على طول.
وده طبع فيا من زمان قوي، وبحب الطبع ده الصراحه لان بينجزني جامد، غير لما اقعد ارمي في الحوض ارمي في الحوض على مدار اليوم. تيجي تبص تلاقي جبل مواعين، اول ما تشوفيه كده بيسد نفسك خالص، بيخليكي مش عايزه تقفي تعمليه، وبتحسي انك انت يعني في كده ايه، هم تقيل على قلبك كده، مش عايزه ان انت تعمليه من المنظر. بس كل ما نعمل الحاجة اول باول كده، حتى الفنجان اللي انا شربت فيه القهوة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اخدته في ايدي على طول. خلاص كده غسلت شوية المواعين شوية صغيرين يعني، مش حاجة كتيرة ولا حاجة، وخلصت ونضفت الحوض بالشكل ده كده وفضيته، علشان نكمل بقية الغدا بتاعنا واحنا واقفين رايقين كده، والدنيا ايه نضيفة حوالينا، ونبقى واقفين كده نفسنا مفتوحة على الحاجة اللي احنا بنعملها. اهو بالشكل ده كده كده خلصت المواعين، ويلا بينا بقى نكمل الطبيخ بتاعنا. هنا بقى كانت اللوبيا استوت وتمام التمام، طفيت عليها وركنتها على جنب. وهنا كانت برضو الفرخة خلاص دخلت على السوا، وخلاص كده هي كانت استوت، وطلعتها كده من الشوربة، صفيتها من الشوربة كويس جدا. شايفين الشوربة ودسمتها جميلة جدا ما شاء الله. معايا بقى هنا ايه معلقتين صلصة كده. عايزه اقول لكم ان لو ما عندكيش صلصه او ما عندكيش كاتشب او اي كلام من ده، ممكن ان انت يعني انا النهارده عملت ايه، خدت معلقتين صلصه من الصلصه بتاعه اللوبيا. والله العظيم يا جماعه دايما بعمل الحركه دي. يعني لو ما عنديش صلصه وعايزه ادهن الفرخه بتاعتي عشان اشويها، اي طبيخ انا بعمله باخد منه معلقتين صلصه. وحطيت على الصلصة بتاعتي مع نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون، رشة شطة بسيطة، مكعب مرق الدجاج، كزبرة ناشفة، ملح وشوية سكر صغيرين، ومعلقة خل، ومعلقة كمان زيت بس، وعصرة طبعا نص ليمونة. مفيش اكتر من كده. عايزه اقول لكم ان التتبيله دي تحفه 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 جدا، طعم جميل، وكمان بتدي للفرخه لون تحفه جدا. بدهن كده بالشكل دوت الفرخه بتاعتي. الطريقه ديت اكتر طريقه ولادي بيحبوها، يعني ولادي دايما يقولوا لي يا ماما اعملي لنا الفراخ مشويه، اعملي لنا يا ماما الفراخ مشويه. بيحبوا الطريقه دي جدا، وبصراحه هي تحفه قوي، يعني بتديكي طعم رهيب رهيب بجد. التتبيله اللي انا عاملاها ديت بتدي للفرخه طعم تحفه، وكمان بدخل في قلب الفرخه من جوه شويه تتبيله وكده. شايفين هو ده المقطع، بقول لكم ان ده المقطع المتبدل. هنا كنت بغسل لسه الرز، غسلته طبعا كذا مره، اكتر من مره، لحد ما الميه بتاعته بتبقى رايقه خالص. طبعا كلنا شطار يعني وعارفين كل الخطوات دي، بس انا بصور لكم جزء من يومي، مش هقول لكم يومي كامل، لان طبعا انتوا عارفين اليوم فيه تفاصيل كتير جدا. هنا بالشكل ده زي ما قلت لكم حطيت شويه من الزيت، وحطيت كمان فصين مستكه زي ما قلت لكم، وكان حطيت الفصين لحد ما ساحوا ودابوا كده في الزيت اهو بس. وخلصت الاكل بتاعي، وما شاء الله ما شاء الله بالف هنا وشفا. ده كان منظر الاكل بعد ما خلص، وده كان روتين سهل وبسيط. يا رب يكون عجبكم، ولو الفيديو بتاعي عجبكم يا ريت ما تنسونيش في اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله استنوني فيديوهات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.